السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني كي دايرين؟ مزيان؟ شحال هادي ما تشوفنا. إخوان غير مع الوقت وتمارة وصافي، فهمتي هادشي علاش نتوما مهلين في الوالدين. هذاك هو الرباح. اليوم جيت على حكم انني البارح سجلت مع واحد الاخ ديالي اللي عندهم القناه ديال ارمانوس دي برشلونه، اللي يمكن لكم تدخلوا لهاد القناه هذه اللي فيها المحتوى، صراحه فيها المحتوى وكتعاود فيها قصه اللي جديره بالاثاره وبمتابعه. اللي عاودت فيها الاسطوريه ديالي اللي كانت صدقت لي الحريق كان صدق لي فيها. اليوم انا اقسم بالله ما ساليتش ولا حد جيت لهنايا وعندنا واحد الماتش. عندنا ماتش اسبوعي ديما حنا هنا ديال الحومه الدراري كنلعبوا ماتش كل سبت كنلعبوا ماتش وبقى لي شويه الوقت وباقي الدراري ما جاوش هادي، وقلت ندير معكم واحد شويه ديال المداخله وصافي. المهم الاخوان على حسب اللي كنت بغيت نعاود لكم ان واحد القصه ديال واحد الاخ اللي هو كان في الميريا ووقع ليه مشكل. انا بحكم كنت كان عندي شي صوالح ما كيجيو عندي الدراري كنستقبلهم وكذا، وهادي كندير اجر. هادشي ما خصوش يتقال، ولكن للضروره شي احكام. هاد الدري ولد الحومه ديالي، شوفوا كي غيوقع ليه ومسكين حتى غادي يقدر ليه الله واحد الافه اللي ما بغيوها حتى شي واحد. هاد الدري الله يرحمه سميتو العوله، ولد دربنا، ولد زيروكاط، ولد حي مولاي رشيد. برك معايا الاخوان واحد المده اللي هي تقريبا برك معايا واحد 6 شهور. هو بارك معايا ودري نافيغاتور كيخدم، وهادي ماشي شي واحد اللي زعما غامرياح ولا هادي ولا يعني شميت فيه الريحه بانه باغي يخدم وباغي هادي. اللي وقع ليه هو واحد النهار هز الحوايج ديالو وما عرفتوش فين مشى. هو بحكم انه هو هنايا عنده واحد الاخت ديالو كاينه في مريسه قريبه نواحي ديال برشلونه. ملي سمعت بحال ما هكا ولا الدرب هادي وكنت هوت البلاد ومشيت سولت. ما عرفتش انا كيفاش الدري، ما عمرني تخاصمت معاه، ما عمرني ما زعما ما درت معاه شي حاجه ديال العيب وهادي. خرج ما بقاش عيط. ملي مشى هوت البلاد سولت عليه قال لي راه مشى عند اختو. انا بحكم ما عيطش ليا ما نقدش نعيط ليه. الانسان ما يعني انا درت الا الخير وكان عليه هو يمشي وتراضى ونتعايطوا ونتسامعوا، حيت انا ما درتش غير الاجر الاخوان. المهم علينا. وعليكم السلام خويا، كي داير بخير؟ عماد الله يحفظك. دابا حنا الدراري بداو كيتجمعوا دابا ودينا على حكم انا قلت لهم ما كنتش مسالي علاش درت معكم الفيديو. كنستغل الوقت دابا تيجيو الدراري وغادي ندير واحد بارتي دون الاخوان ديالنا الجزائريين والمغاربه. حنا بحال الخوت هنايا، ما كاينش زعما ما كاينش الفرق. اجا عماد واحد الكلمه. وحبيبي هو خونا عماد نقدموا لكم جزائري. انا بحكم عندي قناه في قناه روفال برشلونه كنحكي على الواقع ديال الجزائريين والمغاربه والمشاكل. اش قد تقول لنا هنا بخلاصه؟ غير زربش عليه صراحه. المهم بخلاصه وبندوه قصيره غيقول لكم الوضع اللي كنعيشوه هنا ببرشلونه كيف هو. قدم لهم التحيه بعدا. السلام عليكم. وكما قال لكم الجزائريين والمغاربه بحال حنا خوت هنايا، حنا ما عندناش فرق. هذيك عائله. النميمه اصلا انا ما نحبوش، هذوك اللي يديروا النميمه المغاربه والجزائريين. حنا كيف بحال خويا. وانا الحمد لله انا يا خويا دخل سوق راسك خويا، ما كاينش اللي ما كاينش. نخدم على روحك بحال الجزائري بحال هذا. حنا كنجيو بحال العائله ولينا هنايا موالفين بعضياتنا. انا كنخلي الخدمه ديالي وباغي انت نجي باش نلعب مع خوتي، نلعب مع هذا نلعبوا مع هذا يضرب هذا، كنوضوا كنتسامحوا عادي. اش نقول لكم كخلاصه على المشاكل اللي كيعيشها المهاجر هنايا. واش اوضاع صعبه كنقولوا على الناس اللي باغيين يجيو اخويا عماد. واش اشنو ننصحوهم مثلا؟ دوك خويا كي تحب كيما ولات الغربه كيف ولات دوك كي تحب صعابت شويه. صعابت بزاف. دوك انت تجي من البلاد ما عندكش حتى باش تكري، ماشي ما عندكش ما تلقاش باش تكري بفلوسك، ما كاش باش تكري راك شفت. جي تلقى شومبرا ما كاش، بيسو ما كاش.
مي الحمد لله مي تجي انت ومكتوبك باش ما نكررلكمش الغربه. هذاك الشيء اللي باش ما كل واحد نحفظوكمش ومكتوبه. فوالا، حيت القضيه اللي يقول لكم اخي عماد، يلا تجي تكافى مع روحك هنايا، يلا تقاد مع الكامله، ما تاكل ما تشرب ما تكري، ما هذه اوروبا مشات في الوقت اللي كانت فيها الدراهم وكانت فيها الفلوس. اما دابا لا جيتي يلا تقاد مع راسك. علاش كنقول لك لا عندك شي فلوس باغي تحرق وتم جاي، غير دير بها شي حاجه في البلاد، ولا ما عندكش العوين هنا راه غتمحل ياك اخويا عماد، راه غتقاسي صراحه. قاسي. إيه لازم تكون محارب كما يقولوا. كلارو، والارزاق بيد الله، حنا ما كنحرموش وما كنقولوش ها اللي كاين ولا اللي كاين. المهم اخي عماد نخليك تهضر ليا براسك الله يحفظك. المهم نكملوا القصه ديالنا كما قلت لكم. مشى لعند الختو ما عيط لي ما والو. المهم ضربت واحد باش مشى عندي واحد 5 شهور بحال ما هكاك، حتى كنسمع السيد مات. شنو المشكل؟ تا مات. المشكل هو ان اختو ناضت ضربت مع راجلها. منين ضربت مع راجلها هو بحكم راكم عارفين النفس ديال الخوت وكذا وهادي ديال خوها وهادي، والاخر بدا كينقص ويجي مع هاد الاخر شاد موس هو يعطيه ليه القلب ويطيحو كاو في البلاصه. ما من بدا امانته شويه سمعت انايا حتى كدير بوم قضيه ملي كتولي فيها الروح وهذه الاخوان كدير بوم. عرفت ان العوله مات، دعينا ليه بالرحمه. واش معنى ليه مات يسارق؟ حيت هنايا القنصليه راه صراحه راه ما كيعاونوا حتى شي حاجه، راه صندوق راه يبغيو يصيفطوك، ما كاينش خصك تجمع، خاص ولا ما عندوش عائله، خاص الانسان ينوض يدور واحد يدور الجوامع وكذا وهذه. هذه من هذا النداء انا كنقدم تحيه، كنقدم واحد الميساج لهاد الناس ديال القنصليه. واش باسبور كنطلعوه ب 120 اورو وبنادم كيموت مثلا، كاين اللي كيموت هنا في جرده ما كيعرفوش شكون هو، كيعرفوه مغربي، وخاصنا نبقاو نجمعوا ليه راه حشومه وعيب. علاش القنصليه ما تكلفش؟ اللي الباسبور هنايا داير 120 اورو، اغلب باسبور في العالم هو ديالنا حنايا باش كنطلعوه، راه حشومه وعيب الاخوان والمسؤولين رانا كندوي معاهم من هذا المنبر هذا، راه حشومه وعيب. المهم عيطت لي اختو قالت لي صبرتها وقلت لها البركه في راسك، وقالت لي كون ابقى عندك حسن، قالت لي كون ابقى عندك حسن، قلت لها هذاك الشيء قدر الله ونصيب. المهم اخوان هذه قصه ظريفه الله يرحم العوله في هذا النهار هذا، اخ وصديق، واخا مشى ما قالش لي السلام ولكن هذاك الشيء كاين في القلب الاخوان. ومن هنا هذا المنبر هذا كنقدم لكم تحيه، هذا المنبر هذا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كما كتشوفوا معنا راه كاين الاخوان حنايا كنقولوا الجزائريين والمغاربه، حنا خوت مع بعضياتنا، وتحياتي والسلام عليكم.